ده شحات، ده بيشحت، ده بيتسول، ده مش لاقي ياكل، ده يا عيني غلبان. ربنا يوفقك، ربنا يسهل لك الحال. شكرا، مش محتاجين، مش عايزين. يعني محتاج حد يساعده، فماشي في الشارع بيبيع المناديل او بيبيع الاقلام او بيبيع الشاي او بيبيع القهوة. وبالتالي دي اخطر برمجة سامة اتزرعت في عقلك من وانت طفل صغير عن البيع، ان البيع بيساوي شحاتة. يعني اللي بيبيع شحات. يعني لما كنت ماشي مع باباك ومامتك في يوم من الايام وجي شخص عرض عليكم حاجه، قال لك اتفضل يا استاذ ديت ب 10 جنيه بدل 15 جنيه، فباباك ومامتك قالوا لك يا عيني ده شحات بس بيشحت بطريقه شيك، ربنا يرزقه وربنا يوسع عليه. ومن هنا ابتدت تتزرع في عقلك برمجه لا واعيه عن البيع ان هو شحاته. وبناء عليه البرمجة ديت بتخليك كل ما تسمع حد او تشوف حد بيبيع منتج او بيعرض منتج سواء في الشارع او على السوشيال ميديا وبيكرر الالحاح علشان حضرتك تشتري، فعقلك اللاواعي بيشوف ان هو شحات. وبناء عليه بتشوف ان هو الحاجة اللي معاه دي ملهاش قيمة، او انا مش محتاجها، او هي حاجة عادية علشان بس انت شايفه شحات. وبناء عليه البرمجه ديت بتضرك ازاي؟ بتضر اللي المفروض ان هو يشتري وبتضر اللي بيبيع. ولكن خلينا نبدا الاول باللي بيبيع. انا النهارده لما انا وانا طفل كبرت واتزرعت في عقلي برمجه ان البيع شحاته وتسول، بناء عليه في يوم من الايام لما اتخرج من الكليه تتعرض عليا شغلانه سيلز في شركه عقارات محترمه، هشتغل في الشركة مرتب كويس، عمولة كويسة، وبالتالي أنا ممكن أعمل فلوس ممتازة جدا من شغلي كسيلز في الريال استيت. ولكن أنا اتعلمت البيع وفي فوقية مدير مبيعات وسوبرفايزر بيعلمونا البيع، بيعلمونا المشروع، حفظونا المشروع، قالوا لنا كل حاجة، ازاي تعمل بريكنج ايس وازاي تعمل كلوزنج ديل. ولكن المشكلة انك مش عارف تبيع، مش عارف تقفل ديل واحد بس وتاخد العمولة، مع ان المشروع قوي جدا، الكريديبيليتي عالية جدا، العملاء اصلا عايزة المشروع ده، بس انت لسه مش عارف تبيع وهتتجنن. هي المشكلة فين؟ ببساطة المشكلة في البرمجة السامة اللي اتزرعت في عقلك من وانت طفل، ان البيع تحايل، البيع اذلال، البيع شغلانة بتاعت الشحاتين. وبالتالي البرمجة السامة اللي مزروعة في عقل حضرتك دي هي بتتحكم فيك وانت مش واخد بالك. يعني انت وانت بتبيع وانت بتقنع العميل وبتحاول تقنع العميل وبتشرح له وهو ما اقتنعش من البداية، فعقلك بيهمس فيك وبيقول لك انا كده بتذلل، انا كده بشحت. وبناء عليه بيبان عليك في كلامك، بيبان عليك في طريقتك، فتلاقي ان العميل ما اشتراش وانت ما بعتش. كل ده بسبب البرمجة السامة الخاطئة اللي اتزرعت في عقلك وانت طفل، اللي بتقول ان البيع شحاتة وإذلال، والبيع ده حاجة بتقلل من كرامتك كبني آدم. تعال بقى نبص على الشخص التاني اللي هو بيشوف اللي بيبيع ان هو شحات او متسول. النهارده انا لو جيت اعرض على حضرتك القلم ده، قلت لك انا معايا قلم لحضرتك ممكن تشتري مني القلم ده، فقلت لي لا لا شكرا ربنا يسهلك وبتاع ومش عايز. فهنا انت حطيت نفسك في موقف وحش جدا. ليه؟ لان انت لو كنت تعرف ان القلم ده بريميوم وان القلم ده بيتباع في المكتبة ب 100 جنيه، وهو معايا انا هنا ب 50 جنيه وهديك عليه هدية نوت بوك ممتازة. لو عرفت ان القلم اللي معايا ده الحبر بتاعه بيتكتب بيه، ما بيطبعش على الورقة، وكمان في استيكة في الظهر ممكن تمسح الجف ده، ومش كده وبس، الاخطر من كده انك ممكن ترجع الكتابة اللي انت لسه ماسحها بالاستيكة دي. كل الحاجات دي انت عمرك ما كنت هتعرفها طول ما انت شايف ان انا شحات او متسول عشان جاي بعرض عليك القلم. فعملت ايه؟ فما سمعتنيش، ما اديتنيش فرصة اشرح لك القلم ده عبارة عن ايه او العرض بتاعي، رغم اني قلت لك طب اسمح لي بس
بدقيقة واحدة بس أشرح لحضرتك المنتج ومش لازم تشتري. فهنا أنت كمشتري أو كمستهلك لازم نظرتك للبايع تختلف. وهنا بقى البرمجة الجديدة، يبقى البرمجة القديمة اللي احنا محتاجين نعمل لها ديليت ونحذفها من الملفات العقلية اللي موجودة عندنا، ألا وهي إن البيع شحاتة وتسول. احذف البرمجة دي تماما من عقلك واعمل لها شيفت ديليت. بعد ما تعمل لها شيفت ديليت تعالى بقى كبايع نزرع البرمجة الجديدة، ألا وهي إن أولا الشحات مش بيديني قيمة مقابل الفلوس. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة لو أنا شحات فأنا مش هدي لحضرتك أي قيمة ولا أي منتج وهاخد منك فلوس بدون أي مقابل ولا أي قيمة. فهو ده الشحات. السؤال، هل أنت لما بتبيع منتج أو خدمة هل أنت هتديله حاجة أو هتاخد منه فلوس من غير قيمة؟ لا، يبقى إذن دي مش شحاتة. بالعكس، هي دي حاجة اسمها إن أنا كبايع بضيف قيمة لحياة المستهلك تحسن حياته أو حاجة إن هو يستخدمها في حياته بشكل أفضل. يبقى إذن أنا كبياع أنا بشوف إن أنا شخص بضيف قيمة لحياة الناس سواء بمنتج ملموس أو بخدمة، فأنا جاي أفيد هذا الشخص وجاي أضيف له قيمة تحسن حياته. لما أنا ابتدي أشوف نفسي بالفكر ده وبالبرمجة دي، فوانا ببيع للعميل هو هيبان عليا ان انا عايز مصلحته، هيبان عليا ان انا جاي افيد حضرتك مش جاي اشحت. فاذا لما تزرع البرمجة الجديدة ليك كبايع ان انا جاي اضيف حاجة لتحسين حياة الناس، هنا انت هتعرف فعلا تبيع وتقنع العميل، لان انت بتكلمه من منطلق ان انا جاي افيد حضرتك مش جاي اضرك. الحاجة التانية بالنسبة للمستهلك، البرمجة القديمة احنا حذفناها، نظرتك للبايع ان هو شحات دي هتحذفها تماما. البرمجة الجديدة كمستهلك اللي عايزك تضيفها لحياتك الا وهي ولعقلك ان اللي جاي يعرض عليا منتج او الاعلان اللي ظهر لي على السوشيال ميديا ده، انا محتاج ان انا اقف عنده دقيقة واحدة او نص دقيقة اشوف المنتج ده بيقدم ايه وبيقول ايه، لان انا فعلا ممكن اكون محتاج المنتج ده او المنتج ده هيكون اضافة ليا في حياتي وهيضيف لي قيمة، وكمان ممكن يكون معروض بسعر كويس. مش شرط ان انا اكون بدور على الحاجة دي دلوقتي. يعني انا ممكن حد يجي يعرض عليا القلم ده، انا حاليا مش بدور ان انا اشتري قلم، بس انا لما سمعته بيتكلم عن القلم ده حسيت ان وجود القلم ده عندي في شغلي. انا مثلا راجل بقابل اصحاب شركات وبقابل مديرين كبار ورجال اعمال، فوجود القلم ده معايا هو قيمة عالية جدا، هيضيف لي برستيج وانا قاعد قدام الناس دي، مش قلم عادي، في حين ان انا اصلا ما كنتش بدور على ايه، على ده. بس لما هو جه يكلمني وسمعت منه، فلا فعلا القلم ده قيمة مضافة ليا، انا عايز اشتري القلم ده. هنا انا عمري ما هستوعب ده طول ما انا متبرمج في دماغي ان اللي بيعرض عليا منتج او بيزن وبيلح في عرض المنتج ده ان هو شحات. والحاجة التانية اللي هقولها لكم في الفيديو اللي جاي من سلسلة برمجة البيع مع رائد الافكار المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي، ما تنسوش تعملوا فولو للصفحة وطبعا لايك للفيديو وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، واستنوا الحلقة الجاية عن البرمجة رقم 2 في برمجة البيع.